طيب بسم الله الرحمن الرحيم. تم ضبط مواطني سارقي مصانع سافولا، انتم قال لكم تعالوا هنا منو؟ ها؟ مش تلملموا تغمغموا، ما في النهايه ده اعلان بيجيكم عشان ما تتلفلفوا لنا وبتاع. قال لكم جيبوا انتوا حريم قدروا حالتكم دي. في زول تمام يسرقوا بيته بيرضى؟ طيب يا جماعه ده ما حق ناس، ده ما حق ناس يا ناس. دقيقه ده انتوا دايرين تضروا ناسكم وتضروا السودانيين بسودانيين. ده اخوكم يا اخي، ده اخوانكم، ما لا بتضرهم زي ده. ما له الحاجات ديك هي البطاطير دي. شوف الحمير الحمير دي، شوف الشغله دي، شوف الشغله دي الحمير. شاهين ديل الركشه وين؟ الركشه وين؟ شوف الركات الركشه نزلوا منها عندي. الشغله دي شنو يا جماعه؟ الكلام ده يعني انتم واجبكم سمح فيكم تسرقوا حاجاتكم، مالكم الحاصل لكم شنو؟ ده اكل الله جلاب، ده حاجات بطاطير، دي ميكانيكا، ده بطاطير، دي شغلات عربات، ناس ميكانيكيه، خربتوا البلد كلها ليه؟ السبب شنو؟ صالحكم في الحاجات دي شنو؟ مالكم اللي قال لكم تعالوا شيلوا الحاجات دي منو؟ طيب مالكم؟ تعال قريبيني. تعال مالك جيت تشيل حاجات اخوانكم ليه؟ ذات سكاري شكله ناس سكرانين انا صاحب. طيب احنا يوم نطاردوا وخليتوا يا حي الشركه دي شو؟ والله ما من زمزم الصناعات، زمزم الصناعات الغذائيه. طيب زمزم الصناعات الغذائيه كلها خربتوها، ما خليتوا اي شركه. انتم امهات مالكم؟ ليه بتسرق الحاجات دي؟ الكلام ده سامح ليك؟ ما عيب؟ ها؟ لا طيب ليه بيشيلوا حق اخوانكم؟ ليه؟ اذا نحن دعم السريع ده ما يعني تضيعوا الحاجات كلها. حمير، بطاطير، مصايب قدر انتوا ناس الحي كلكم، بس اي ناس ياكلوا شركه اليوم يعني؟ الكلام ده صحيح يا جماعه؟ ما تضروا اخوانكم، ديل اخوانكم طردتهم الحرب، هم ذاتهم الهوانات ما يحرسوا حاجاتهم، ماشيين ليه؟ ما حرسوا شركاتهم. يا اخواننا نحن من ناشد اي زول الشركه يجي يقعد في شركته، يجي يقعد في شركته ويبلغ لنا نحن كدعم سريع نحن بنساعده، لكن ما يجي يخلي حاجاته وهم المواطنين من قبل دايرين الحتات ديل يجري سيادتهم يشيلوا الحاجات ديل وياهم قدامكم وياهم حاجاتهم. يصور حاجات وصوروا فين الحاجات؟ بطاطير، ما خلوا اكل ولا شراب ولا بطاريه ولا جاز شيء في البلد دي ما خلوا، وياهم اللي قدامكم ديل الحراميه ما خلوا اي حاجه، ما خلوا الشركات، الورشات، الاكل الغذائي، الجاز، البنزين، الشركات كلها انتهوا منه بهذا الفعل. وشغله زي ده ما بتودي البلد قدام، ونحن ختاننا ده كله عشان البلد تمشي قدام وانتم ضيعتوا البلد. المواطنين اي ناس حي معقول اخواننا ياكلوا شركات الجمو؟ كلام زي ده جيرانكم انتوا ده سكنكم، ما خليتوا ولا عربات ولا اكل ولا شراب، حتى ثاني ريحتوا للحاجات البسيطه، البطاطين، البنزين، الجاز، ما خليتوا حاجه. الشركات دي انتهيتوا من بشركه ياتوي، دي شركه زمزم، شركه زمزم دي انتهت خلاص. خلوا لي العربات ديل المواطنين ديل جيرانهم ذاته ما خلوا اي حاجه المواطنين. يا هم شايفينكم قدامهم ديل يا ان الحاجات، يا ان الحاجات حمير، تكاتك، ركشات، حاجات دي ما خلوا اي حاجه. ونحن هسه الدعم السريع من طارد في الناس ديل، جيبوا ده خلوا ده، اي زول شركه يرجع لمحله، اي شركه يرجع لمكانه ويبلغ لنا عشان احنا نعرف الناس الجولياتهم. لكن الناس ياكلوا الحاجات بالليل نما الصبح فين انتهوا من يلا نلقوين، ما خلوا ولا عربيه ولا اي حاجه متحركه ولا شركه ما مكسوره ما في، انتهوا من الشت. هاي احنا نناشد ناس الشركات يجوا راجعين لشركاتهم يقعدوا في شركاتهم، احنا نحماهم في شركاتهم، لكن ما يخلوا الحاجات نحن جوا ما عارفين. لما نلقوا المواطنين جارين ماشيين انتبهوا اثرهم نلقوا كاسرين شركات ياكلوا فينا، انتهوا من اي حاجه، انتهوا من اي شركه. وذيل ما مواطنين ودوا البلد قدام، مواطنين ضروا بلدهم، انتهوا من بلدهم، انتهوا من اخوانهم، ضروا اخوانهم، كسروا حاجات اخوانهم، ودي شغله ما بتودي قدام. يا مواطنين الشغله دي ما عيب عليكم؟ يا امهات ما عيب؟ طيب عارفين عيب ليه بيسووا؟ ها؟ لكن الله يهدوكم بشنو لما خربتوا اخوانكم؟ ها؟ يلا هي زول يشيل حاجه خششون جوا. قوم اي زول يشيل حاجه، اي زول يشيل حاجه. طيب نحن كقوات دعم السريع بنناشد ناس الشركات انه لازم تجي تراجع شركاتها وتقعد
واي مشكله حصلت لك نحن موجودين، اقرب ارتكاز بتاع دعم سريع تبلغوا، نحن ان شاء الله بنجدك وبنحميك، وان شاء الله بنحمي شركتك. الان نحن في اثناء تجوالنا في الشوارع لقينا اكثر من كم شركه مكسوره في صافوله، الكلام ده في شركه صافوله، واسي دي شركه زمزم الصناعيه الغذائيه في صوبه دي الشركات. اي زول يشيل ناس الكوارع دخلوا الكوارع جوا، دخلوا الكوارع يا جماعه. الكلام ده بصراحه دي من اخواننا المدنيين ذاتهم في حد ذاتهم هم سبب في خراب المنطقه. يا هو دي الشركه، شركه البنان صناعه معارف زمزم يا هندي. نحن بنناشد كل الشركاء ناس المصانع والشركات الغذائيه، الناس دي خلوا الغذاء بقوا يشيلوا بطاطين، انا ما اعرف بقوا يشربوا مويتهم ولا الحاصل شنو، انا ما اعرف. كان بيشيلوا اهو جهات دي طاردينهم من جهات لهنا، يعني ما خلوا الناس دي شغالين دمار، المواطن ذاته شغال دمار في حق اخوه. دخلوا الحياه دي كلها جوا، دخلوها ما حشلتوها المصانع المخازن جوا. دخل الكاره دي. الكلام ده عيب منكم يا جماعه، عيب والله عيب، عيب عديل يا جماعه. بيتهم هسه كان جيش ما بترضوا الكلام ده، يبقى لكم حرب. ما صح منكم يا جماعه. عندي الشركه، شركه البنان الصناعي في اتجاه صافوله في صوبه بيجاي، فنحن بنناشد كل الذين لديهم شركات يحاولوا الاسراع لاحضارهم في شركاتهم، لانه لازم الوضع ده يشوف له كيفيه بتاعت حل باذن الله تعالى. ونحن ان شاء الله كقوات دعم سريع والله جاهزين نحمي ان شاء الله اي شركه. وهسه اثناء تجوالنا وماشيين في الطريق يا هم ديل الناس، يا هم ديل الناس شايلين ما خلوا شيء، بطاطير انا ما عارف ذاته البلد دي كيف دي الفزع ولا وجع. نحن ما عرفنا ذاته نقاتل عدونا ولا نقاتلهم. الكلام ده ما في حقهم، ما صح في حقنا نحن كده كسودانيين، ما صح، وده ماشي بيسبحنا نحن كسودانيين. وفي النهايه حيلفقوه حيقولوا دعم سريع. ما دعم سريع دي الشركه اللي قدامنا دي اسمها شركه البنان الصناعيه وزمزم للصناعات يا هندي في صوبه. هذا الحاصل.